الإذاعة الوطنية التونسية هاشتاغ تونسي. مرحبا بكم من جديد في هاشتاغ تونسي، وبرشا برشا برشا صفحات على الفيسبوك يعملوا الحدث وخلونا نتبعوهم وخلونا نشوفوهم، كما ضيفنا اللولاني اللي صنع الحدث الاسبوع هذا وقت اللي قدم النشيد الرسمي بالمزود. فما زاد برشا صفحات ونحكيو عليهم في الفقره المواليه، لكن توا عندنا فقره باش تكون ديما بعد موجز نصف النهار اذا ربي عطانا عمر للبرنامج ولينا، باش نقعدوا بعد كل موجز نصف النهار عندنا السوق ودوره في السوق، اما مس السوق العادي، السوق الفيرتويال اللي هو يهزنا من بعد للسوق العادي. نضال شمنقي مرحبا بيك، نورتنا اليوم. عايشكم بيك. اهلا وسهلا. انت مش تامنينا فقره السوق. باش نوليو بكم، باش نوليو نعملوا موجز للمبدعين، اخبار للمبدعين. كل نهار حد باش نجيبوا مبدع، سواء كان مصمم والا مبدع والا اللي هو، اما لازم يكون عنده باج فيسبوك والا انستغرام والا تويتر تعرف بها. بهذيك نجموا نعرفوه، وكان بالطبيعه انا نوجه لهم تحيه ونقول لهم كان فما شكون يحب يعرفنا بالابداع نتاعو وعنده باج فيسبوك ولا انستغرام ولا تويتر، زاد كيف يتصل بينا باش نجموا نحكيو معاه ونجيبوه ونستضيفوه. تري بيان. اول ضيف كل نهار حد بعد موجز نصف النهار. حسام، مني تونس هذه هي الصفحه، انت شفتها طلعت عليها عملت شفتك الجمال حبيتها حطيت جيم. حبيت وحطيت جيم معناتها وشيرتها، قال المصري شيرت بارتاجيت شيرها بالله. ما انا واش نسمع الساعه قبل. اي انا فليتها. انت فليتها. انا فليتها زنقه باهي. ني تونس هذه هي صفحه ني تونس، واللي هو وراها مصمم صناعي ينجم بعد يصلحني كان انا غلطه، واللي هو اسمه شمس الدين المشري. استضفناه اليوم وجاي بحذانا باش نحكيو شويه على ناء تونس وكيفاش تعرف في الفيسبوك وكيفاش تعرف زاده ناء تونس وعمل اسمه. مرحبا بك شمس الدين. وبيك مرحبا بك ونشكركم على الاستضافه. يعيشك. الباج نتاعك ناء تونس، كيفاش بديت الاكسبيرينس نتاعك نتاع ناء تونس؟ دابور انا عامل تصميم صناعي، دونك تخرجت من المعهد العالي للفنون الجميله en 2003 et en 2005 حليت بوابه سميتها ناء تونس، اللي هي حبيتها تكون اوماج لتونس، للانتماء نتاعنا للوطن وانتماء المنتوج خاصه. معناها مش نحكي على روحي مش كان تونس كابيتال، ني ان تونيزي نجمو ني ان تونيزي. ما ظهرت لي رزينه طويله شويه، ني ان تونيزي ظهرت لي رزينه يصافي ان بو سياسي سليم سليم معناتها فما ريتم ما بين تونس خفيفه. اي بي الناس احنا عندنا كيف ما نقول ديما نقول عندنا لا شانس انه تونس تونيزي بريسك نفس الكلمه، وزي تونس تمشي للعاصمه وللبلاد. دونك مولود في تونس، ديما في كي نقدم روحي نقول نيا تونس، مولود في تونس، بورن ان تونس. الناس يفهموا فهمتي، يعملوا ديريكت اليوم. مي سينون دونك حليتها en 2005 وبديت على نقدم فيها ونحكي عليها en 2008 2009 على فيسبوك وعلى لي ريزو. انا ماذا بيا نسالك شو معناتها مصمم صناعي؟ معناتها ساعه نفسروا للعباد شو معناتها مصمم صناعي باش نجموا نفهموا من بعد شو هما الابتكارات نتاعك والابداعات نتاعك، من بعد نجموا نشوفوهم زاده على ناء تونس. داكور. انا كيما قلت عملت المعهد العالي للفنون الجميله بتونس، وكي نقراو في المعهد العالي نقراو يا دو برانش، زوز اختصاصات كبار، هو الفنون التشكيليه والفنون والحرف. انا عملت ديجا فنون وحرف من العام الثاني، انا في الفنون والحرف. بعد كي تقرا اغيميتي فنون وحرف نحكي على المعهد العالي للفنون الجميله. المعاهد الاخرين مختلفين اللي هو في الدندان، في بوزار تونس. في بوزار تونس ولا في الدندان ما فماش الفنون التشكيليه. يحب يعمل كيف ينجم يمشي لبوزار. احنا في المعهد العالي للفنون الجميله ثم فنون تشكيليه وثم فنون وحرف. المعاهد الاخرى الجديده كما استاد اتسيتيرا هو اقدم واحد يتسمى في الفنون والحرف، ما فيش فنون تشكيليه ديريكتومون، تدخل من البروميير اني تدخل اغيميتي. دونك نرجع ليكول نتاعنا في التخوازيام اني تنجم تكون عامل يا اما تصميم صناعي اللي عملته انا، تصميم منتوج معناها، ولا تصميم صوره او تصميم فضاء. دونك انا عملت ديزاين دو برودوي المنتوج، كل ما هو موبيليا، كل ما هو اكسسوار، كل ما هو منتوج باش نستعملوه. داكور. ماهوش صوره ديزاين جرافيك وماهوش فضاء ديزاين اسباس ولا اركتيكتور دانتيريور. داكور. معناتها انت تاخذ اي منتوج تصممه وتعاود تبنيه، معناتها كيفاش تصير العمليه؟ معناتها هي بروسيسوس كرياتيف معناها بالكل تبدا تخمم تخرج من الاحتياج.
معناها تحل الواقع نتاعنا، تخرج شنو الاحتياجات اللي موجوده. مثلا انا باش نقرب شويه الصوره للعباد اللي قاعدين يسمعوا فينا. ناء تونس فما دي لامب، فما دي بوف، فما كراسي، فما دي موبل، فما حتى دي كولي معناتها شرك شفناهم على الباج. فما معناتها برشا منتوج. علاش انت مثلا قول قايل شفتك انت من الاول تخصصت اكثر في الموبل ومن بعد وليت بشويه بشويه قعدت تعمم في المنتوج نتاعك؟ علاش الاختيار هذا؟ انا ما نحبش نربط روحي بحاجه. باهي داكور مثال حتى هذا يجوز. خاطر كي قريت انا نعمل تصميم منتوج، ماهوش تصميم منتوج تقليدي او تصميم منتوج صناعي او تصميم منتوج لفوة البصمه التقليديه، اللمسه التقليديه. اما معناها اوني ان بو بوليفالون. خاطر توا المعهد العالي للفنون والحرف تكون متخصص يا اما في تصميم صناعي او في تصميم تقليدي او في تصميم الفن اللف والتعليب. انا لا، انا معناها بوليفالون نجم مثل ثلاثه. دايوغ خذيت مثلا بري وانا جون في الباكاجينج، عملت لف وتعليب بعد ما كملتش فيه. اما كان يتسهل القدره هكا ويجي قدامي بروجي نتاع لف وتعليب نخدم نحب. فهمت؟ ما نحبش نربط روحي بيسكو الدبلوم تاعي يسمح لي باش نمس المعارف الكل ولا التقنيات الكل، وزيد طبيعه الخدمه نتاعي. خاطر انا في الخدمه نتاعي نخدم برشا مع دي كوميونيتي نتاع حرفيين في تونس الكل. دونك كل مره نتعرف بتقنيه جديده وبماده جديده ونحب نمسها، نحب نخدمها. ما تمشي بحذاهم تشوف كيفاش قاعدين يخدموا في الخدمه هذيك. داكور. باهي تو انا باش نرجع شويه للانترنت، خاطر انت قلت لي مشيت بحث حرفيين باش تتعلم دي تكنيك ورجعنا اللي نحن شويه ونرجع ما تنسانيش بالطبيعه. سامحوني فما حتى راني كي نتخمر مشكله كي تتخمر. انا خاطر باش نرجعوا شويه الانترنت باش نعرف كيفاش اللي ريزو سوسيو ولا السوشيال ميديا كما تقول زميلتنا كريم بسليت ينجموا يعاونوا المبدع باش انه يعرف في المنتوج نتاعو ويخلق روحه فيزيبيليتي اللي هي والتسويق، يعاونوا في التسويق اللي هي مشكله كبيره وعويصه جدا للمبدعين. نرجعوا دوك احنا نرجعوا كرونولوجيكمون، نرجعوا للاول دوب ما بديت البروجي نتاعي. عندي بوينت فونت واحد في الدندان بجنب بين المعهد العالي للفنون والحرف وديوان الصناعه التقليديه، ديوان التونسي للصناعه التقليديه. وما عنديش حاجات اخرين، ما عنديش دي ريسورس اخرين. معناها كيفاش تنجم تقدم نفسك؟ اكثر الكليونات تلقاهم في البونليو، تلقاهم في المدن الكبرى، تلقاهم دوك كيفاش تنجم تعرف بروحك؟ لازمك تدور، يمكن تعمل بورتا بورت ولا في الخارج. يا دي بلاتفورم مثلا ينجموا يشجعوا المصممين الشبان، ثم دي سوسيتي ينجموا يجيوا ويتبناوهم، ثم عباد يخدموا معاك يخدموكم فريلانس. في تونس وقتها ستو على ليبوك 2007 2008 مازلنا حتى ثقافه حتى الفيسبوك زاد مازال وقتها. دونك وقتها الصعوبات اللي لقيتهم ما تحكيش معناها. حتى كي نشارك في معرض ما يعرفني حد، والعباد كي ما تعرفكش ما تعطيكش برشا اهميه واهتمام نتاعهم. ما تعطيكش حتى انتري. دوك وحدك لازمك تصنع روحك فينالمون. دونك صنعت روحك. هو مصمم صناعي يصنع روحه. وروحك كيفاش لقيتها بعد ما صنعتها؟ في تونس بديت اول ما جات الفرصه نتاع وقتها فيسبوك مازلنا بدينا نتقابلوا بيه والناس تبارتاجي تصورها وكذا. بو انا مانيش جربت قلت مانيش باش نولي نبارتاجي تصاوري انا وكذا، خلينا نستغلها ويكون في المهنه في الخدمه نتاعي. وبديت نهبط لي برودوي. دونك المره الاولى عرفت لايك زوز لايكات ويجيوك دي رومارك على الخدمه. وقتها انا بيدي مانيش لاقي ثنيتي بالكدا، دونك سيتي ابروكسيماتيف. كيما انا تو عندي شان يوتيوب فيها لايك ولا اثنين بلا يدخلوا على اليوتيوب كريمه وسليت يعملوا لي شويه لايكات يعيشكم لايك باش تاخذ فلوس شويه فلوس. دونك فينالمون يعني كيف ما قلت لك 2008 بديت وقتها نبارتاجي في الخدمه. وزاد الفيزافي نتاع العباد، الروتور نتاع العباد ينفع، خاطر يقول لك مثلا يعمل لك دي رومارك لي برودوي خارق العاده. لي ميديا سوسيو بالنسبه لنا احنا حاجه خارقه العاده، خاطر حتى اهميه المنتوج وقيمه المنتوج تفيق بها من عدد اللايك على البرودوي وعدد لي كومونتير. معناها يسمح لك تكون اون انتراكتيفيتي دائمه مع الكليون تاعك. حتى كان مش في تونس يظل لي البرا زاد. انا عاونني على الاخر. انا توا روحت عندي نهارين المانيا، شاركت في اهم صالون في العالم تاع ديزاين اللي هو امبينتي. وفي امبينتي معناها قبل كنت ثم مصممين نحلم بهم وانا صغير ولا شركات قابلتهم مباشرة، تقابلهم غادي وغراسة فيسبوك تقابلهم حتى قبل معناها وتتعرف حتى على المنتوج نتاعهم لي بلوج تقدم نفسك. معناها لي ريزو سوسيو لي ميديا سوسيو ينقصوا الفروق بين الشركات وبين المصممين فينا. ما تعتبرها فيترينا ولات معناتها الحاجز يتنحى زاد وما تحسش الحاجز ماركه كبيره برشا وماركه صغيره. ما فماش واحد محقور بين زوز. معناها انا هاني تونسي وصغير، معناها ابخيتو الشان نتاعي صغيره والعدد خدمتك كبيره صغير ويحير صغير ويحير ولا ديك. لكن هما شركات نتاع ملايين، معناها نتاع الاف الناس يخدموا. ما بداو كيف كنتي بداو
هذيك زاد بداو باش انا نحكي لك كي نحط باج كي نعمل باج نتاعي ولا نبعث له ميساج ما ينجمش حقني خاطر لنا متساويين سو لي ريزو سوسيو تولي متساوي شنو القيمه بالقطعه اللي حاطها بالبرودوي اللي حاطه هذا ايش نحكي لك. وجينا القطعه تو في حكايه القطعه المهم علاش انتم اللي تعملوا حاجات كيما هكا ميزانيه برشا وكذا ودي برودوي علاش يبداو غاليين؟ علاش ما تخليوش حاجه اسوام معناتها للشباب يظل الحكايه دين ذاك الشباب اللي مقبل على الزواج الشباب اللي يحب ياخذ حاجات الشباب اللي مقبل على الزواج انا السؤال هذا ديما يسالوه لي انا اونيتمون مرات لي برودوي نتاعي غاليين جمله فهمت بارابور على شنو خادمين بارابور على شنو الماده الاوليه اللي فيهم وبارابور على قداش نقعدوا فيهم وقت والوقت اللي نعديه في البحث الاولاني لي برودوي نتاعي ابداع سي حسام اغلى برودوي نبيعه اغلى برودوي بعته يظهر لي في حياتي ب 900,000 اقل برودوي نبيع فيه ب 40 دينار اسمع دونك يظهر لي ماهيش اسوام خياليه 40 دينار معقول تنجم تمشي تزوره كي مشيت نحكي له معناها كي مشيت للصالون البارح ولا يعني الجمعه هذه تحط يدك على قطعه قد بوس الماء هكا صغيره الاورو عاده ما نحكي لك 200 اورو 300 اورو يخصوا 20,000 اورو ولا قدام مش كيف صالون بروفيسيونيل باش يتباع بعد بثلاثه اربع مرات السوم هذايا ماهوش بري فينال هذاك معناتها ديجا في صالون يسمى عمل لك سوم وقتها 200 اورو سوم بروفيسيونيل سوم لي روفوندور ريتيلرز احنا يعني انا لقيت روحي سوامي اللي عرضتها غادي معناها ضعيفه ياسر بارابور الاخرين. الالهام شكون الملهم نتاعك بخلاف امك هذه نحييها نسلموا عليها خاطر وفيه للاذاعه الوطنيه بوسه كبيره يا حاجه هي كل شيء اي كل شيء انا نحب ياسر نسافر ونحب ياسر نكتشف تونس معناها المناطق نتاعنا والولايات الداخليه دوك جو مبخاني كل حاجه نشوفها تطبع لي. انا عندي سؤال محيرني اعطاك سؤال انا لا هو السؤال حاضر ما عطاني كيفاش نجم ندخل اما خاطر انا نسايه انت سؤالك حاضر انا نسايه انا نحب نفهم زاده البرة كي نسافر نلقى حكايات جايه من الاعماق من الخصوصيه نتاع بقعه عند رافين في العالم وتطلع وتولي محلاه تو نحن الكليم الشوالق ما عندنا يا رسول الله علاش مش الكليم نتاعنا طلع ليه معناتها نلقاهم بعد كل اللي جاي من ليه نحكي معناتها اما تلقاه في بلدان اخرين في بلدان اخرين كي تسال انت تشوفوا في غالغي لافايت يقول لك راهو من المكسيك وما ندري شنو ولا معناتها عندنا الفوطه نتاعنا عندنا برشا حكايات معناتها دور شكون هذا علاش ما يطلعوش لبرا وما تكونوش انتم بيدكم ملهمين الناس اخرى نعرفش هي المسؤوليه يظل هنا سامحني المسؤوليه مشتركه فما كور يجمعكم فماش احنا دومين مازال جديد ريت احنا انا ايش قلت قبيله قلت احنا قدام واقع سامحوني في كلمه مسكر شويه مرير ومسكر كل واحد يحاول كيما قلت قبيله يصنع روحه بروحه دوك مازلنا في الفاز هذيك البلاتفورم مش موجوده الاخرين تعداو عليهم عندهم برشا احنا توا قاعدين نبنيو في رواحنا توا حتى باش نخدموا غيزو مازلنا ما بديناش نخدموا غيزو لي ديزاينر الا جو لونس ان ابيل جوستومون انا ديما معناها صاحب مبادره نجم تكون زاده يمكن اما زاده ديما مفتوح على الامكانيات اللي تنجم تتخلق جو لونس ان ابيل ا تو مي كوليغ اذا اي واحد يحب يعمل بروجي اون بارتناريا ولا حاجه سوي بارتون يلزمنا نبداو نخدموا غيزو باش نجموا نسوقوا يعني نسوقوا في الخارج منتوج تونسي برودوي تونيزيان. سؤالك الحاذر هو حكى لي على التسويق وانا محضره حاجه على التسويق على خاطر انا سمعت به ونعرف انه شمس الدين دار في تونس في الجمهوريه التونسيه باش يعمل ورشات باش يعاون النساء اللي قاعدين يخدموا في الحرفه على التسويق. انا دابا يحكي لي شويه على الاكسبيرينس هذه قبل ما نقفلوا ونعطيك تري بيان ميرسي. ذكرني على الحرفيات خاطر انا مره زاده نتذكر يظهر عندي فيديو ما نعرفش وين خليته نلقى مصمم يعرض في مكان ما نسيت البقعه تاوين اما نتذكر انه يحكي للكليونت انا نسمع فيه يحكي لها قول هذه انا مشيت لتونس وشفت حرفيات وكل وخذيت منهم الحكايات هذوما وعملهم في كرسي ولا حكايه هكا محلاها دونك يجيو زاد حتى هما تحت حسمس ويهبطوا برشا بالطبيعه. اما انا اللي لفت انتباهي انه مبدع تونسي مشى الحرفيات معناتها في داخل الجمهوريه وتعرف وعرفهم وحاول باش يعمل زاد معاهم ورشات معناتها على التسويق المنتوج. بديت ولا باش تبدا؟ لا انا سمعت به بدا عنده برشا. هو حاجتي لي ريزو سوسيو ما نستغلهمش كان باش نحكي على نية تونس مانيش عاملوا معناها فيترين باش نبيع به بركه يعني جو بارتاج لي فالور
اللي نمن بهم، قاعد نحكي على الكوميونيتي نتاع العباد اللي نخدم معاهم الحرفيين، وقاعد نحكي على المواد الاوليه والريشيس اللي عندنا ونيفو سافوار فير وكل شيء في تونس. هذوما كل قاعد نحكي يعني فيسبوك عاوني دون سو سونس، مش كان باش نبيع فهمت. بالنسبه للمجموعات نتاع بالنسبه للحرفيين نتعامل معاهم ما ثماش كان نساء، نخدم مع حرفيين رجال ونساء. خدمت في الولايات الكل نتاع تونس معناها من تطاوين حتى البنزرت، وحود منظمين معناها جمعيات تعيط لي مثلا باش نعاون الحرفيين اللي فيها، جمعيات تنمويه اكثريتهم، جمعيات تنمويه ولا شركات كبيره ولا فين صارت لك، مش نختم بالسؤال هذا، فين صارت لك المفاجاه كلي واو هذا عندنا في تونس؟ ولا انكدوت ولا حاجه؟ لا اكثر في المنتوج هكا. لا ديما انا عملناه مثلا عملت مع اسوسياسيون في جابس اسمها او في سي. وانت اصيل جابس، نحييهم الكل جابسي. خدمت معاهم على 3 كوميونيتي نتاع نساء حرفيات في وذرف، في شط سلام في جابس، وفي مارث مرقوم غادي شط سلام الالياف النباتيه. وعملت انا عملت بارتاج كي نهار وانا من با جمعه التالي على تصويره نتاع برودوي لانسيتو مع امراه تخدم الالياف النباتيه السعف في وذرف في شط سلام. قداش من لايك؟ قريب 1000. 380 بارتاج. انا قعدت باهت شفت يعني لا سي با مون برودوي يعني سي بون برودوي صممته لها هي في ورك شوب، اما يتم نتاعها خاطر التصميم ولا نتاعها خذيته. اما قعدت باهت في توانسه قد ايه يشجعوا لي لينيسياتيف هذوما. يعطيك صحة. يعيشك. دوك جوست معناها كل ما نمشي المنطقة نقعد باهت في الثراء اللي عندنا في المهن، ونقعد باهت في حاجة أخرى، القابلية نتاع الحرفيين والحرفيات أنهم يتعلموا ويخدموا، مش يعلموا زاد. دوك هذه زاد حاجة يبارتاجيو المعرفة إنورم يلزمنا نخدموا عليها احنا كمصممين توانسة. شكرا ليك، يعطيك الصحة. شكرا لكم. عايشك. نحب نختم معك بحاجة صغيرة. كنت نجم تعطي ميساج للكرياتور هذوما والمبدعين هذوما اللي من المنبر اللي انت فيه من المنبر في 30 ثانية اي حتى في 10 ثواني. انا عندي قرابة 9 ولا 10 سنين في الدومين في المجال هذا نتاع التصميم كبروفيسيونيل، والتعب اللي تعبته وانا صغير الاربع ولا 5 سنين اللي عديتهم اللي شعر اللي خلوني نبطل خدمتي ماذا بيا ما يتعداوش بهم لي جون. دونك جو لي ابيل ا فينير فير نو، اللي اقدم منهم شويه ولا اكبر منهم شويه ينيزيت با، وانهم يمنوا برواحهم خاطر حاجتنا بهم. اي اون ا بوزوان كيميرج اون فري تراديسيون دو ديزاين تونيزيان. يعطيك الصحة. شكرا نضال شمنجي، شكرا ليك كذلك شمس الدين مشري، يعطيك الصحة. شرفنا نيئة تونس. تشوفوا الصفحة هذه وتعملوا لها برشا لايكات وتبارتاجيوها على الفيسبوك وتشوفوا المنتوج نتاع شمس الدين المشري. يعطيك الصحة على الموجات الإيجابية اللي بعثتهم لنا اليوم من خلال الميساج نتاعك. بعد شوية نواصلوا معاكم اللقاء.